ايه اللي حصل في مباراة مودرن سبورت والاسماعيلي، وليه الدنيا كلها مقلوبة والاسماعيلي قدم شكوى رسمية في اتحاد الكورة وتحديدا في لجنة المسابقات؟ اللي حصل ان لائحة المسابقات اللي معروفة واللي متبلغ بيها الأندية كلها بتقول على ان انت يكون متأيد عندك عدد اجانب معينة يكونوا موجودين في قائمة الفريق، لكن اللي يلعب جوه الملعب لازم يكونوا 5 لاعبين فقط، ويكون موجود واحد على دكة البدلاء مفيش مشكلة. المشكله ان مودرن فيوتشر اشرك ال6 لعيبه والسته كانوا بيلعبوا جوه الملعب، وهنا خالف لائحه لجنه المسابقات. طيب دلوقتي القرار المفترض انه يطلع ايه؟ عشان في ناس طلعت وقالت لك المباراه هتعاد. هنا القرار بيقول طبقا للائحه لجنه المسابقات اذا الفريق المنافس اشرك 6 لاعبين المباراه بتحتسب بفوز اعتباري لصالح الفريق الاخر. يعني كده المفترض ان النادي الاسماعيلي هو اللي هياخد ال3 نقاط